لما تبقي مش عايزه تقفي في المطبخ ومش عايزه تطبخي ومش عايزه تخشي المطبخ اصلا، يبقى اعملي الوصفه دي وريحي نفسك. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت اي كميه دقيق عندي، انا حطيت حوالي 4 كوبايات من الدقيق. وطبعا ادام في دقيق يبقى لازم يكون فيه رشه من الملح. وبعد كده بدأت ان انا انزل عليها ممكن نقول معلقة من السكر، ونقلب برضو كده. يبقى رشة ملح، معلقة من السكر، كيس من الخميرة الفورية، واقلب. بتعمد كل خطوة بعملها بقلبها عشان اوزعها في الدقيق كويس جدا. بعد كده دي اختيارية من عندي، انا حطيت حوالي معلقتين او 3 معالق من اللبن البودرة. عايزة اقول لكم اللبن البودرة بيدي طعم حلو قوي للعجين نفسه. وحتى لو العجين ده مفيهوش حشو، بيتاكل حاف كده من كتر ما هو بيبقى طعمه حلو قوي من لبن البودرة. ما عندكيش مفيش مشكلة، ده اختياري. وطبعا هبتدي اعجن بميه دافيه. ويا سلام بقى لو انتوا عايزين الطعم احلى واحلى لو عجنتوا بلبن. بس طبعا انا عن نفسي عجنت بميه. بس انا بقول لكم على حاجات تحسن لكم من الوصفه. بعد ما تنزلي ميه شويه بشويه عشان خاطر ما تكترش منك. واحده واحده كده باخد شويه ميه بشويه ميه، وابتدي ان انا ايه لحد ما تبقى ماسكه معايا كده عجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه. اخدميها اعجني فيها بتاع 7 دقايق 10 دقايق كده، اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بعد ما تلم معاكي انزلي عليها ب3 معالق كبار من الزيت. 3 معالق كبار من الزيت. وابدأي بقى اعجني في ال3 معالق دول. في الاول هتحسي ان العجينه بتتقطع منك، بس ما تلاقيش، اعجني هتلاقي كل الزيت ده دخل جوه العجينه. وبقت العجينه معاكي لينه وطريه وبقت زي الفل. اهو بصي واحده واحده كده دخلي الزيت جوه العجينه، شبعي العجينه اهي. بصوا شبعتها بقت طريه خالص اهي. هغطيها بقى واسيبها تخمر، وعقبال ما تخمر تعالوا بقى نعمل مع بعض حشوة بسيطة جدا. هجيب بقى بصلاية كبيرة كده، بشرها بالمبشرة ومصفية المية منها خالص اهو. عايزة بقى اتبل البصلاية دي تتبيلة حلوة كده، تبقى انت عايزة تاكلي الرغيف نفسه عشان خاطر طعم البصل جواه تحفة. هنزل بقى بممكن نقول معالق صغيرة، كل حاجة معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح. وطبعا الملح ده ممكن يزيد لما تحطي بقى باقي المكونات عليه، فالملح ده خليه اختياري من عندك. طبعا حطيت توم باودر، حطيت بصل باودر، كل ده معالق صغيرة. بحط بقى نص معلقة صغيرة من الجنزبيل عشان الجنزبيل بيبقى حامي شوية، نص معلقة صغيرة من القرفة، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي. جوز الطيب رهيبة كمان في أي حاجة فيها حواوشي. تمام. هحط كمان معلقة صغيرة من البابريكا عشان تدينا لون حلو كده. وفي بقى بهارات لحمة، في 7 بهارات. يعني بصي دلعي بقى الوصفة بتاعتك، دلعيها، حطي التوابل اللي انت عايزاها كلها. تمام. وبعد ما تحطي التوابل امسكي بقى كده البصلة، ابدأي شربيها كويس جدا بالتوابل دي. مهمة قوي يا جماعة الخطوة دي. الخطوة بتاعت انك تشربي البصلة نفسها من التوابل دي خطوة مهمة جدا. خلاص شربتي البصلة. بصوا البصلة مبقتوش تفرقوها عن اللحمة، تحس ان هي لحمة مفرومة مش بصلة. هبتدي بقى اجيب ربع كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، اللي عندك حطيه مش مشكلة خالص. وابدأي بقى اعجني كل ده مع بعض. المفروض هتنزلي عليها كمان بربطتين من البقدونس، بس للأسف ما كانش متوفر عندي، فخلاص مش مشكلة، مش هنوقف الوصفة. يعني انا بعد ما جهزت كل حاجة اكتشفت ان انا ما عنديش بقدونس، فخلاص مش مشكلة. اهم شيء بس اعجني مع بعضه، اعجني دخلي البصلة جوه اللحمة المفرومة عشان خاطر يعني تبقى معاكي طرية وتعرفي تفرديها في الصينية. هجيب بقى صينية كده. اول حاجة اهم حاجة تدهنيها زيت، تمام، عشان ما تلزقش فيها. خلاص اضمني ان الصينية كلها فيها زيت من كل ناحية. خلاص العجينة ما شاء الله اختمرت معايا اهي. طبعا العجينة دي عملت لي حوالي 3 صواني نفس الحجم ده، فانا هاخد قطعة بس، يعني هاخد قطعة لتحت وقطعة من فوق. خلاص بقطعها بقى كده اهو. ما شاء الله شايفين التخمير ما شاء الله اهو. زي ما قلت لكم عملت يعني القطعة الواحدة اللي انا بطلعها دي بتعمل صينية تقريبا يعني. خلاص لان ما شاء الله لما بتحطيها افردي طبقة رفيعة،
لانها بتعلى منك وتختمر في الفرن، فعشان مش عايزين تيجي تاكلي تحسي ان انت بتاكلي قرص من كتر ما هي تخينه. خلاص، باخد كده ال3/4 بحطه من تحت والربع بفرده على فوق. تمام اخد بقى كده ادي بس الرخامه رشه دقيق بسيطه وابتدي بالنشابه اهو افرده. طبعا لما تبقى مرتاحه وخمرانه بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. بصوا بتبقى زي الملبن اهو، منتهى السهوله. اخدها بقى كده واقرب الصينيه منها وابتدي انزل بيها في الصينيه اهي، وافرد بقى بايديا. حسيتي ان انت مهما تفردي بترجع تاني، سيبيها 5 دقايق بالظبط في الصينيه وبايديكي هتلاقيها راحت معاكي مفيش مشكله. هاخد بقى قطعه لحمه. بصي اللحمه لما بتبقى طريه ومخدومه بتتفرد معاكي بسرعه ازاي، متبقاش مفروله اهي، طريه زي الفل اهي. عايزه اقول لكم بجد تحفه. يلا بقى، ده فلفل كده اخضر اختياري، مرضيش احطها مع اللحمه عشان اللي حابب من غير فلفل ما يبقاش متأزم يعني من وجود الفلفل، لان الفلفل ده حامي جدا. وطماطميه برضو متقطعه مكعبات، برضو في ناس ما بتحبش اللحمه فيها طماطم، فده برضو على حسب كل واحد اختار الصينيه بتاعته فيها طماطم فيها فلفل على حسب. تمام. وبرضو مش حابه ان انا احط الطماطم ومع العجن تتفعص جوه اللحمه وتنزل ميه، فمش هتبقى ظريفه. بعد كده بقى جبت باقي قطعه العجينه اللي من فوق وبدات افردها كده، وهبتدي برضو اغطي بيها الوش اللي فوق. هقولكوا بقى على تكايه حلوه قوي تخلوها لكم، العجينه نفسها تبقى طريه قوي ويبقى طعمها لذيذ جدا وانتوا بتاكلوها. حطيتها بقى كده وببتدي اقفل العجين اللي تحت على العجين اللي فوق، وما تتخضوش تقولي دي صغيره والصينيه كبيره عليها، لا، مجرد ما هتقفلي عليها وتبدا تريح، مجرد ما هتضغطي عليها هتلاقيها خدت شكل الصينيه كلها اهو. بصوا بفردها ايه بمنتهى السهوله بتتفرد. هاجي بقى اهم شيء يا جماعه، خرموا العجينه بالشوكه علشان ما تقبش منك وتبقى زي رغيف العيش. وبعد ما تخرميها هاتي بقى كده نص كوبايه من اللبن وابدأي بقى ايه سقسقي بيها الوش كده، ده بيديها طراوه رهيبه وطعم حلو قوي للعجين. وكان عندي بقى شويه سمسم، ده وده برضو اختياري، هرش على الوش عشان يلزق على اللبن كده رشه من السمسم. طبعا مشغله الفرن بتاعي درجه حراره 180 من قبل ما ابتدي اشتغل اصلا في الوصفه بتاعتي اهو، زي الفل. عايزه اقول لكم تحفه بجد، تحفه جدا تحفه جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا. هدخلها الفرن وارجع اوريكم الشكل النهائي. بجد يا جماعه تحفه. ودي تخريمه اهي عشان ما تقبش مني. مره دخلتها من غير ما خرمتها لقيت نفسي كاني عامله رغيف عيش وقابب جوه الفرن، الصراحه اتخضيت لما شفت، لان كنتش متخيله الصراحه. وهي دي انا دخلتها اهو، وهتطلع بعد تقريبا تلت ساعه. ما شاء الله حلوه جميله سهله سريعه، اكله غدوه بسيطه ما وقفتنيش في المطبخ اكتر من نص ساعه. يا رب يكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشوفكم في وصفه جديده.